هادو كاملين شجيرات ديال الزيتون هادو. في شجيرة ديال الليمون. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي شهوات عنبر. الفيديو ديال اليوم غيكون مختلف على الفيديوهات اللي كنقدم في القناه. غيكون عباره على فلوق في الباديه. كما شفتوا بديت لكم الفيديو من البدايه ملي خرجنا في الصباح، كان باقي ما طلعش الضوء، واخا كانت هذيك 8 الصباح حتى بدينا خارجين من مرتيل عاد بدا طلع الضوء. مهم تبعوا معايا الفلوق وكنتمنى يعجبكم وفرجه ممتعه. وهنا البنات تقريبا ضربنا ساعه الا ربع الطريق، هذه الطريق ديال الشاول. مهم هنايا قرابين دار قباع، كانت هنايا الضبابه نازله في واحد اللحظه تقريبا ما كانتش كتبان الطريق، كنا ماشيين بشويه. وهنايا كان واحد السد ما عرفتش شنو الاسم ديالو، السد في الطريق ديال الشاول. ومناظر الطبيعه كما كتشوفوا مزيونه بزاف. الا كانوا كيعجبكم هاد الانواع ديال الفيديو، هاد الفلوقات في الطبيعه، غنبقى نصور لكم مره ان شاء الله. وهنايا كنت كنسمع من برنامج دمومو في اس راديو، ما عرفتش واش كتعرفوه. انا من محبي هذا البرنامج، كنت كنسمع له راه هذه 10 سنين وانا كنسمعه. كيبدا من 7 الصباح ل 11 الصباح، ولكن مؤخرا ما بقيتش كنسمعه حيت ما بقيتش كنقدر نوض في ديك الساعه هذيك. ملي كنوض كيكون تقريبا غيكمل. مهم خليكم تكملوا معايا الفلوق. انتم كتشوفوا البنات هاد المناظر الطبيعيه مزيونه بزاف. انا بعدا كنشجع على السياحه الجبليه، خصوصا عندنا حنا في الشمال هنايا. من تطوان حتى الحسيمه، هاد الجهه كامله، هاد الطريق كامله فيها الجبال والسدود والوديان، مناظر طبيعيه مزيونه بزاف، خصوصا للناس اللي كيعجبهم الهدوء ده الطبيعه وكتعجبهم الراحه. كما كتشوفوا ما شاء الله كيبان بحال شي لوحه فنيه. وهنا البنات وصلنا للمنطقه الجبليه اللي جينا لها للسلامه ديالنا. احنا تعمدنا نخرجوا في الصباح باكرا باش نوصلوا، يعني باقي بكري ونصطابوا النهار كامل ونشوفوا هاد المناظر كيفاش كتكون في الصباح. دابا غندوزو نفطروا ومن بعد غنصور لكم بعد المناظر في هاد المنطقه هذه. احنا وصلنا البنات للجبل او للباديه كما كيقولوا. الدنيا هنايا غزاله، بلا ما نوصف لكم جمال المنظر. انتم كتشوفوا والله الا كتجي هنايا ما كتخاش تمشي واحد الهدوء والطبيعه. طبعا اللي كيعجبهم هاد الاجواء ديال الطبيعه اللي كيعجبهم الهدوء وما كيعجبهمش الصداع. هاد المنطقه هذه كنظن جبل الزاويه اولا الخميس السفليه كنظن، كما قال لي عمي. واو الواد عامر بالماء. المهم انا غنخليكم بعض المقاطع من هاد الخريجه هذه، على الله نوصل لكم هذا الجمال ديال هذا المنظر وهذه الطبيعه هذه. واخا هي طبعا التليفون الكاميرا ما كدوب فيهاش الحق ديالها. انا بعدا من محبي هذه المناطق الجبليه، كتحمقني. ما كتعجبني شي مدينه والصداع ديالها صراحه. كنفضل هذه الاماكن هذه، كنحس فيها بواحد الراحه.
مناظر الجبولة هنايا غزالين. نتوما كتشوفوا مناظر غزالة، الطبيعة، الدنيا خاوية. والنهار اليوم غزال، النهار مشمش، واخا تطوان خلينا فيها مساحبة بحال اللي جاو د الشتا. بدينا خارجين من خرجة، دخلنا في خرجنا من خرجة تطوان. ايوا هي تبان قويلة، الدنيا غزالة مشمشة. المهم الجبل اللي ما كيعرفوش هذا الجبل جهة الشاون كما قلت لكم، جهة الشاون. نوريكم الدار. المهم الدار هي هذه، ساعه نوريها لكم من جهه اخرى. دابا هذا الدهر ديالها، نوريكم شنو عنده هنايا مغروس. هادشي اللي كيشاهي كتجبر كلشي قدامك، حاجه طبيعيه. هذا الشيبه هنايا. انا كنحماق على الشيبه، كنحماق على اتاي بصفه عامه. وهنايا هذه التومه اللي كتشوفوها، هذه التوم، هذه كنظن قال لي الشجره ديال الرمان، يعني باقا ما كايناش دابا، ماشي الوقت ديالها. وهذه الغدان حتى هي عاود ماشي وقتها. هادو الشجر ديال الغدان، هذه كامله التومه. عنده هنايا البير باش كيسقي. المهم كلشي هنايا موجود، اللي احتجتي عليه كتجبرو هنايا. هذه كامله الجلبانه، هذه اللي كتشوفوا. انا طبعا هادشي ما كنعرفوش، انا سقسيت عليه، سقسيتو شنو هادشي، هو اللي قال لي. هذه الجلبان، هذه كامله كامله حتى الليهن، كلشي هذه جلبان. هذه شجره ديال الليمون، ساعه نوريكم واحد الشجره نتاحيت هي اللي فيها الليمون. هذا معدنوس هنايا، كلشي قريب، كلشي قدامك، يقطع وطيب. هادو شجيرات ديال اللوز اللي كيعملوا النوار. كاينه هذه، كاينه هذه هنايا، شجيرات ديال اللوز. ايوا صافي، هادو كما قلت لكم هذه الجلبانه. غنهودو من هاد الجهه هذه باش نوريكم. عنده هنايا عاود شويه د الفول والليمون، قلت لكم شجره د الليمون. اما خلاص شجره الزيتون كاين بوحديتو من اللهن. الا هوبت من ديك الجهه عاود غنصور لكم. طبعا هذه هي الدويره اللي وريتكم الجهه اللهن. هذاك باركي د الطوموبيل، كان باركي الطوموبيل كيباركي فيها الطوموبيل ديالو. وهذه الدار من هذه الجهه. نهود باش نوري لكم. ها هما الشجيرات اخرين، هادو تا هما كنظن الغدان لان بحال اخرين اللي اللهن. ها هما، هذا يباون اولا الفول، حنا كنقولوا له الفول. قلت لكم البنات هذا يباون اولا اللي كنقولوا له حنايا الفول، حنا في الشمال. هاد الجهه كامله ديالو نتوما كتشوفوا. وهادو كما وريتكم اللي هادو كاملين شجر ديال الكرموس، هادو كاملين باقي اللهن. هذه قطيطه ديالو. هادو الفول تا هما. هنايا النعناع، ها هو النعناع كيشاهي تشرب اتاي دائما هنايا. وهذه الويزه هنايا، ها هي الويزه. هذه الشجره ديال الليمون، تبارك الله متقله بالليمون. وهادو خلاص كما قلت لكم هادو الكرموس. ها هما ماشي الكرموس، الشجيرات ديال الكرموس، اما هو ماشي وقته دابا. هادو كاملين هادو كما كتشوفوهم. نوريكم عاود هاد الجهه شنو فيها. هادو الشجيرات ديال الزيتون هم كيبانوا لكم، ها هو تحت. قلت لكم
الى هوت غنصور لكم تحت الشجيرات كاملين. تبارك الله هاد الجهه كامله فيها شجيرات الزيتون. وهنايا نوريكم عاود شنو هنا. هادي كنظن قال لي ان شاء الله غرسه، ان شاء الله غرس هاد الشجيره هادي ايش قال لي تحب الملوك هادي الشجيره تحب الملوك. هادو كرموس لازم نهودني هنا باش نوريكم. هادي الدويره نوريكم من هنايا. نوريكم هنا غارس الحمص، ها هو هذا اللي ان شاء الله كيطلع نتوما كتشوفوه الحمص ان شاء الله غرسو. هذيك اللي والله ما عرفتها قال لي دايش ونسيت ديك راه فين ان شاء الله غرستها هي والله ما عرفتها دايش. وهنايا صافي انا اللي وريت لكم هنا الشيبه. وهنايا ثومه وكاين ثوم تم فوقي. نعاود نتحيت باش نوري لكم الشجر ديال الزيتون ما شاء الله. دابا ان شاء الله داز الوقت الزيتون ان شاء الله جناه وعصروه تبارك الله خرج الزيت غزاله. نوري لكم الشجيرات هادو كاملين تحت تبارك الله جهه كامله شجره الزيتون، حيت هو في الاصل غرس شجره الزيتون يعني من البدايه كان عنده هاد شجره الزيتون والكرموس، ومن بعد شويه بشويه بدا كيغرس يزيد حاجه حتى كيجبر كلشي قدامه يعني بلا ما كيضطر انه يمشي حتى شنو اسمه داك السوق اللي ماشي السوق الزاويه نسيتو وقيله تناقب، كيمشي تما باش يجيب مثلا غير مورا النعناع اولا الربيع ولا شي حاجه اللي بسيطه. دابا كيجبر كلشي قدامه. دابا اللي وريتكم كاملين باقي ماشي الوقت ديالو، باقي ماشي الوقت ديال الفول، باقي يعني هادو عاد ماشي يطلعوا ان شاء الله. المهم هذه هي الدويره في الجبال. انا وريتكم مواطع كاملين هنايا. انا الصراحه نقول كما قلت لكم كيعجبني هذا الموطع بزاف، كيعجبني يعني الجبال، كيعجبني هاد الاماكن هذه الباديه، طبيعه بصفه عامه. هادو كاملين شجيرات ديال الزيتون هادو. المهم نتوما معايا تنزيد نصور لكم الا بانت لي شي حاجه عاود نصور لكم. حنا عودنا كما شفتوا قبيلتي اللواد هو اللي في الجهه هذه تحت. عرفتي اش كيبان من هنا؟ كيبان واحد شويه، عرفتي اش كتشوفوه. المهم هبطنا نلواد. دابا طلعنا نتغداو. طبعا هاد الجهه هادي فيها حتى الضو، دخلوا لهم الضو هانتوما كتشوفوهم هادو بوستيس الضو. كاين الضو هنايا وعنده البير اللي وريته لكم يعني ما موجود، والضو كاين عنده الطاقه الشمسيه كانت عنده قبل ما يدخلوا له الضو، يعني كل شيء موجود وهنا البنات كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. دوزت واحد النهار مزيون بزاف رفقه العائله ديالي الصغيره، وحتى بنيتات ديالي عجبهم الحال في هاد الاجواء الباديه. كما كتعرفوا العيال كيطلقوا هنا على الاخر وكيشوفوا عاود معيزات ويشوفوا الدجاجات وهاد الحيوانات هادو اللي كيكونوا في الطبيعه. و والصراحه حتى عمي اللي هو الجد ديالهم استقبلنا احسن استقبال ونسنا عاود واحد شويه، وحتى العيال فرحوا بزاف من شافوا جدهم. حاولت نصور لكم الماكسيموم حيت عاود حاولت نستغل النهار ديالي وما بقاش شبر التليفون. وصلت لكم واحد شويه من هاد النهار هذا ومن هاد المناظر هذه الطبيعيه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.